You want it, I want it, she want it, so come get it. We forget, no regret. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب ان شاء الله بخير، وياكم قديس من قناة بلاك ليفاي، ورجعنا لكم بمقطع جديد. شباب قبل بداية هذا المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا نبدي. طبعا يا شباب رجعنا لكم بمقطع جديد من السلسلة اللي تحبوها، اللي هي سلسلة الألقاب. وهاي السلسلة أكثر شيء يجي عليها دعم متفاعل، لذلك راح استمر لكم بيها، وأي لقب جديد ينزل أو لقب حالي راح أسوي لكم عنه. طبعا يا شباب اللي ما يعرف شيء عن هذا اللقب، هذا اللقب اسمه لقب الأول. اللقب عبارة عن تحصل كيكات، تشغل هاي الكيكات راح تنطيك لوت، وهاي كل كيكة تشغلها راح تنحسب نقطة. تحصل 6 كيكات تاخذ اللقب. ابقوا ويانا وخلصوا الفيديو للأخير على مود أعلمكم وين تكون هاي الكيكات وشلون تشغلوهن 6. طبعا يا شباب راح اخليكم اشارات حمراء على كل منطقة ممكن تلقى بيها كيكة بنسبة كبيرة، وهاي الكيكات راح تلقاهن يعني مو بأي بيت بهاي المنطقة، ولا تلقاهن مثلا بالشارع، لا تلقاهن وين؟ تلقاهن ببيوت طابقين، وراح احط لكم صور عن هاي البيوت مو اي بيت، وراح تلقاهن بالكنيسة اي نوع من الكنائس، وهم راح احط لكم صورة للكنائس، وراح تلقاهن بالسكول بالمسبح او بالسكول. فالكيكة الأولى حصلتها بهذا البيت بهاي المنطقة اللي قلت لكم عليها، بالقرب من الجسر قريبة من المطار. حصلتها هنا بهذا البيت اللي هو طابقين، مو أي بيت طابقين تحصلون بيها، لا بس هيك بيوت ممكن تحصلون بيها، وتحصلون بهمين بالكنائس، كنائس اليسناية، واكو كنائس بوشنكي، كنيسة وحدة وكنيسة بالرونيز. فهاي الكيكة الأولى حصلتها هنا، وهاي الكيكة الثانية حصلتها بكنيسة الرونيز، واللي راح اخليكم اشارة عليها منين. وهاي الكيكة الثالثة طبعا حصلتها هنا على اطراف بوشنكي. وهاي الكيكة الرابعة اللي حصلتها بمنطقة فارم، وما بقى لي شيء ان شاء الله المهمة غير كيكتين. هي الكيكة الخامسة اللي طبعا حصلتها بنفس المنطقة، بس مو بنفس الجيم، بالجيم اللي وراه. طبعا يا شباب اكو معلومات احب انوه عليها قبل لا تطلعون من هذا المقطع. اول شيء انه هاي الكيكه ممكن بنفس الجيم تلقى اكثر من كيكه، مو كيكه واحده، جوز تلقى كيكتين او 3 كيكات، بس ما اعتقد توصل 4 كيكات، كيكتين او 3 كيكات. المعلومه الثانيه تقدر هاي الكيكه تشغلها انت واصدقائك، يعني مو بس انت تقدر تشغل الكيكه، تقدرون انت واصدقائك تشغلوها. وهاي الكيكه راح تنطيك لوت، يمكن ممكن جنطه 3، ممكن مدكت، ممكن جنطه 3 ومدكت، ممكن خوذه 3، ممكن مسدس دروب، ممكن حتى سكوب. فيعني انت حتى لو مخلص المهمه افتح هاي الكيكه راح تنطيك شيء لوت حلو. والمعلومة الثالثة هاي الكيكة ما تطلب أي تقييم، يعني تقييمك بلاتينيوم، تقييمك برونز، تقييمك ذهب، بالفردي، بالدو، بالسكواد، بأي سيرفر، بأي شيء تصير هاي الكيكة وممكن تطلع لك. ومعلومة أخيرة يا شباب، إذا مثلا نزلت بمنطقة بوشنكي ورحت للكنيسة اللي بيها، ورحت للبيت الطابقين اللي راويتكم صورته وما لقيت بيه هاي الكيكة، لا تأيس وروح للرونيس، وتقدر تروح اليسناية، وتقدر تروح الفارم، بين قوسين أي منطقة حددت لك إشارة حمراء عليها روح لها وتشوف إذا تلقى بيها كنيسة أو بيت طابقين، وراح تقدر تاخذ الكيكة. ومعلومة أخيرة أكيدة إنه هاي الكيكة مستحيل تنوجد بأي بيت، فقط البيت اللي حطيت لكم صورته، وفقط بالكنيسة. وتقدر تلقاها همين بسطح السكول، مو بسطح السكول أقصد بداخل السكول ملعب كرة السلة، وتقدر تلقاها همين بالمسبح. ولهنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ومع السلامة واشوفكم خير إن شاء الله بالفيديو الجاي.